أنا أول سيدة يلتقيها سماحة السيد مقتدى، هذا بالنسبة لي شرف وتقدير منه على راسي أنه هو استقبلني وكنت أول امرأة يستقبلها وصور معي، هذا بالنسبة لي تقدير وآخذه بالاعتزاز والامتنان كلقاء. أما التفاصيل اللي يسمح بالنشر نشرته، ما لا يسمح بالنشر أكيد لن أنشره. دار حديث سياسي بينك وبين السيد مقتدى الصدر أو الإعلام أكيد حديث يخص العراق لا يخص العراق والكويت، يخص الكل. يخص الكل. نقدر نقول مثلا بعد الغياب عن الساحة السياسية في العراق ممكن أن نشهد وساطات كويتية لعدول السيد الصدر عن قراره باعتزال العمل السياسي؟ والله أنا شفت الصلاة اللي صلوها الجمعة تؤكد أن السيد غير معتزل سياسيا. غير معتزل سياسيا، بها رسالة سياسية. يعني هسه بشكل أدق أنا أريد أسأل. أنا تفسيري يمكن أنا أكون مخطئة، لكن أنا تفسيري اللي حصل هذا هي إشارة أن السيد غير معتزل سياسيا. يمكن هو معتزل أنه سحب الكتلة مالته، ولكن هو لا زال رقم مهم في القرار العراقي. بسؤال أخير، وهذه خذها مني وسجلها. حلو. لا أنا بقول لك شيء وخذها مني وسجلها. رئيس الوزراء العراقي لم يصرح يقول الخليج العربي إلا ما بعد ما صرح سيد مقتدى الصدر، وبعد ما لاقى تصريح سيد مقتدى الصدر إضاءة وعلامة. عقبه رئيس الوزراء قال الخليج العربي هو اللي بداها سيد. في شيء ثاني أقول لك إياه، لما سيد نزل تغريده قال ادعوا الدوره انهم يخفضون التذاكر، ثاني يوم محافظ البصره طلع قال انا شريت على حسابي 15,000 وبوزعها على الناس.